عملنا له محضر طبعا حسب تعليمات سيادتك. طيب حوله هو المحضر على النيابه. مش هينفع للاسف. يا دي النيله، ليه يا ابني؟ لان الراجل اصيب بازمه قلبيه ومات في الحجز. انت بتقول ايه؟ الو، صباح الخير يا حبيبي. ايوه ست اللواء. بتقول ايه سيادة اللواء؟ ماشي، حلوة منك برضو سيادة اللواء. عايزة اقولك انك وحشتني قوي من امبارح للنهارده. لا لسه صحيحان. بكلمك يا سيدي عشان افكرك بعيد ميلادي وبالهدية اللي هتجيبها لي معاك وانت جاي. روح انت علي خلاص. لا ما تخافيش، ما نسيتش. لا انا محتاج ان انا اشوفك النهارده. عايز انسى معاكي كل هموم الشغل اللي بشوفها النهارده. ماجد بيه، انا خلاص تعبت وارجوك تشوف لي حل. في ايه يا هاب؟ الواد السواق اللي سيادتك جبته يشتغل هنا مرشد في القسم. سيد اه ماله؟ مش عارف يشغله، دايما كده تايه وزي ما يكون بيتعاطى حاجه، دماغه مش فيه. يا عبد الواحد. تمام يا فندم. السيد المرشد تدور عليه وتجيبه لي، انا عايزه حالا دلوقتي. تحت امرك يا فندم. هو الواد ده سيادتك جبته منين؟ سيد ده حكايته حكايه. الواد ده من السيده زينب. ابوه كان شغال سواق ميكروباص. اول ما ابوه مات الواد انحرف، لعب كل الالعاب، اشتغل حرامي، اشتغل نشال وبلطجي، لحد بقى ما نصب على الحاج عبد الرازق صاحب محل الحلويات اللي في السيده، وفهمه ان راجل اعمال كبير ومعاه فلوس ياما. اما الحاج جوزه بنته. يا ابن الجنيه. وبعدين؟ ما عداش سنه راح سرق الخزنه بتاعه المعرض. الحاج عبد الرازق قفشه، مسكوه حبسوه 5 سنين في السجن، بس ما سابوش الحاج الا لما طلقوا من بنته. تمام يا باشا، المرشد سيد وصل. تحت امرك. صباح الفل. صباح البغاشة ماجد باشا. بعدها لك يا سيد، وبعدها لك. نقيب ايهاب بيشتكي منك مر الشكوى. ليه بس سعادتك، هو حصل مني حاجة؟ انت يا ابني جاي تشتغل هنا مرشد للمباحث. المقدم ماجد جابك عشان عارف انك خريج سجون وضروري تعرف المجرمين اللي احنا عاوزين نوصل لهم، ومؤكد تعرف فين خوانقهم. ما انا عارف كل الكلام ده سعادتك يا هب، ايه الجديد يعني معاليك؟ يبقى لازم تصحصح معايا شويه عشان تجيب لي نتائج. يعني كل القلق اللي حضرتك عامله ده عشان عايز كام نتيجة تعلقها في مكتبك؟ رقبت يا باشا عينيا. مش بقول لسيادتك دماغه في التوهان ومش نافع. ايهاب روح انت دلوقتي وانا هتصرف معاه. اتفضل. امر سيادتك. نورت يا باشا. اسمع يالا، تحت امرك يا باشا. كلامه اللي قاله دلوقتي نقيب ايهاب نفضه تماما. اسمع اللي انا بقول لك عليه ده. انا جايبك هنا عشان انا عارف انت شمال، تمام؟ وجايبك هنا عشان تشتغل لحساب انا الخاص بس. يعني اناديك الاقيك. يا باشا ومعاليك يعني هتعوز مني ايه؟ مالكش فيه. اي حاجه عاوزها من وشك ده، سامع ولا لا؟ سامع يا باشا، انا تحت امرك. رقبت يا باشا، ده احنا اصحاب من زمان وعشرة عمر. ايه اسمع بقى اللي انا هقوله لك دلوقتي وركز في اللي هقول لك عليه. حاضر. صحاب من زمان والكلام والربطه اللي انت بتقوله ده ما اسمعوش منك تاني، ولو حد بس في الاسم عرف عنه اي حاجه وعهد الله، وعهد الله نفيك في السجن ما تطلع منه تاني. انت سامع يالا؟ وانت عارف طرق الخاص عامله ازاي؟ عارف يا كبير. وطالب اذن بالانصراف بدري كده ليه يا سياده المقدم؟ والدي ووالدتي يا فندم جايين النهارده من العمره، ولازم اكون في استقبالهم في المطار بقى سيادتك عارف، ولازم ارجعهم بالعربيه بتاعتي. وهم يوصلوا الساعه كام؟ هيوصلوا الساعه 8 مساء ان شاء الله. وسعادتك يعني شايف دلوقتي الساعه بقت 5:30، يعني يا دوبك اروح لهم على المطار دلوقتي، مع بقى المرور والزحمه والاشارات اللي سيادتك عارفها بقى.
جابر، عايزة ايه علي؟ عايزاك في موضوع. خير. انت نازل رايح المطعم؟ لا، رايح للحاج مرشدي اعرف سبب تأخير الفرح. مش ده اللي اتفقنا عليه؟ هو رجع من العمره هو ومراته؟ هو مفروض يكون رجع دلوقتي، وبعدين سيبيني بقى عشان الحق مشواري. بقولك نعم. قول له البنت نفسيتها تعبت قوي من طول مده الخطوبه. حاضر. بقولك نعم. تقول له ان الجواز ما تمش خلال شهرين هنفسخ الخطوبه. حاضر. بقولك نعم. قول له العرسان كده على البنت ومستنين منها اشاره واحده. حاضر. بقولك نعم. انا باين نسيت المحفظة بتاعتي جوه في الأوضة، خش شوفوها لي. حاضر. بقولك نعم. انا عادد اللي فيها كويس قوي، يعني ما تخنصريش حاجة. ألف حمد لله على السلامة يا حاج مرشدي، نورت السيدة هنا بحالها والله. الله يسلمك يا سونور. لا انا هريح النهارده في البيت علشان راجع من السفر مهدود، وبكره ان شاء الله هكون عندك في الوكاله. تعيش يا سونور تعيش مع الف سلامه. خلصنا من جرس الموبايل، دخلنا في جرس الباب. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا حاج مرشدي. الله وعمرة مقبولة إن شاء الله. الله تعيش يا جابر يا اخويا. اتفضل يا ساتر. اتفضل يا الف اهلا وسهلا. الحاجة روحية فيه، كان نفسي أسلم عليها وأبارك لها. في اوضتها مع ابنها محمود. انت واقف ليه؟ اتفضل اقعد. اتفضل يا جابر. اهلا وسهلا. يا رب تعجبك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ولا يحرمنيش منك ابدا. طب شوفيها في المرايه بقى وقولي لي. تسلم ايديك. الله، ايه رايك بقى انها تاكل من رقبتي حته؟ بس باين عليها غاليه قوي يا محمود. مفيش حاجه تغلى عليك يا ست الحبايب. ربنا يخليك ليا يا حبيبي ولا يحرمنيش منك ابدا. بس قول لي بقى يا محمود، شوف ماجد ما جاتش استقبلنا في المطار ليه؟ ماجد اخويا تلاقيه بس يا ماما حبيبتي، يعني عنده قضيه مهمه، يعني سرقه بالاكراه، قتل، حاجه كده يعني. اصل انا اتصلت بيه اكتر من مره في الاسم، قالوا لي مش موجود. كل ما اتصل بيه على الموبايل الاقيه مقفول. مش قلت لك يا حبيبتي، مش قلت لك؟ اكيد عنده حاجه مهمه. يا ترى راح فين ده بس؟ ايوه، انت غطسان فين يا ست المقدم؟ في اسكندريه؟ وبتعمل ايه بقى ان شاء الله هناك؟ ده قفل السكه في وشي، اول مره يعملها في حياته. والله ولك وحشه كبيره يا جابر. الله يخليك يا حاج مرشدي، الله يبارك فيك. والله انت من غيرك الحته كانت مظلمه، انت والحاجه روحيه. تعيش يا راجل يا اصيل. ده وقته يا عليا. في حاجه يا جابر؟ ده مفيش. تسمح لي بس ارد على الموبايل؟ لا طبعا اتفضل. ايه يا عليا؟ عايزه ايه؟ وده وقته؟ ما خلاص، ما اتفقنا على كل حاجه واديني قاعد مع الراجل. مش هنزل من هنا الا ومتفق على كل التفاصيل. اقفلي بقى. بقى في موضوع كده يا حاج يخص بنتنا منى وخطيبها ابن حضرتك الضابط ماجد. اتفضل اتكلم يا جابر. بقى يا حاج، طب نشرب القهوه الاول. مفيش داعي يا حاج. بقى يا حاج، طب شاي. ما تتعبش نفسك يا حاج. بقى يا حاج، طب يبقى تمر هندي. ده هندي ولا فنزويلي يا حاج؟ براحتك يا جابر. بقى يا حاج. يا اهلا وسهلا، ازيك يا عم جابر؟ الحمد لله، وحمد لله على السلامة، وعمرة مقبولة إن شاء الله. الله يخليك، شكرا. احضرينا يا حاجة. جابر جاي عايز يكلمنا عن موضوع بنته وابننا.
طيب خير خير يا عم جابر. بقى يا حاجة. لا يا عم جابر. ازاي صح؟ اهدى يا محمود يا ابني. اتفضل اتفضل. اتفضل يا عم جابر، قول اللي انت كنت عاوز تقوله. بقى يا حاجة. قوم افتح يا محمود شوف مين. حاضر. ازيك يا محمود؟ اهلا يا عمتي. اهلا اهلا، الف حمد لله على السلامه. عمره مقبوله يا اخويا، الف حمد لله على السلامه. الدنيا نورت. الف حمد لله على السلامه. ازي حضرتك؟ ازيك يا عم جابر؟ وازاي الست عليا والمحروسه منى؟ ازيها عامله ايه؟ بخير. يا جماعه انتوا واقفين ليه كده؟ اتفضلوا اقعدوا. ان شاء الله يخليك يا اخويا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا نعمات يا اختي. ايوه يا جابر، انت تقدر تتكلم. الحاجه نعمات ما هياش غريبه. بقى يا جماعة. دي لازم هايدي هي تسلم عليها. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه يا سيادة النقيب، الساعة بقت 1 الصبح والهدف لسه ما وصلش لغاية دلوقتي. والله يا بلاد بيه، المخبر ابو الخير اهو قدامك اهو، اساله هو اللي ادانا المعلومه دي. كلم ابو الخير. اعمل ايه بس يا سعاده الباشا؟ انا كل يوم شايف سالم الاشوح ده يدخل الحاره قدام عينيا اللي هياكلها الدود الساعه 11. امال ما ظهرش ليه الليله دي؟ يا ابو الخير، هي الحاره دي ليها مدخل تاني؟ لا يا باشا، الحاره دي اصلا سد وملهاش مداخل غير المكان اللي احنا قاعدين فيه ده. حتى لو لها مداخل تاني رجالتنا راصدين كل حته، ولو ظهر هيدونا اشاره. يبقى نصبر بقى ونستنى ساعه ولا 2. بتقول ما فتحتوش في الموضوع؟ لا ما فتحتوش. ليه؟ كل ما اجي اتكلم الاقي ضيوف داخلين يسلموا على الحاج، اسكت. جابر، يعني زي ما رحت زي ما جيت؟ لا، رحت في تاكسي وجيت في ميكروباص. يا ماما طول النهار ما بتتكلميش غير في الموضوع ده وبس. امال يا بنت سيبك كده زي البيت الواقف وسلفندي الظابط عمال يلعب بيكي ومش مرسينا على بر. لا باذن الله هنرسي على بر. ماجد ابننا بيعزك قوي وشريكي يا منى، بس ظروف عمله هي اللي ربكاه، مش عارف يحدد ميعاد. يا سبحان الله في امرك يا اخي، اللي يشوفك امبارح وانت حامق نفسك وعمال تقول بيدي وعود وعهود وما بينفذهاش، ما يشوفكش دلوقتي وانت بتدافع عنه. انا ما بدافعش عن حد، انا بس مستني شويه لغايه لما اقابل الحاج مرشدي، وساعتها هحط النقط فوق الحروف. مش كده يا منى؟ ايوه يا بابا، انا معاك وموافقه جدا. باي باي علي. ايوه يا بابا ومعاكم موافقه جدا. وانا ايه، واقفه طرطور ولا طرطور؟ ايه ده؟ بابا ازيك؟ الحمد لله على السلامة يا حبيبي، الحمد لله على السلامة، ربنا يتقبل. ايه يا بابا مالك شكلك جاي كده مش مبسوط؟ خير؟ وانت شايف ان عمايلك دي تبسط؟ يا بابا وانا عملت حاجة غلط يا سمح الله؟ انت يا واد ما بتحسش على دمك. ازاي تبقى عارف ان انا وامك راجعين من السفر الساعة 8 ولحد دلوقتي ما تجيش عشان تشوفنا وتسلم علينا؟ ده اللي ملوش خير في امه وابوه، ملوش خير في حد. انا؟ يا بابا حضرتك عارفني كويس، والله العظيم انا بس اللي حشني عنك ان انا كان عندي مأمورية مهمة جدا في القسم، وهي دي اللي شغلتني عن اي حاجة. وانا وامك خلاص بقينا اي حاجة. لا يا بابا انا اسف، انا ما اقصدش اقول كده، انا اقصد اقول ما تقولش. عموما في بكره بيني وبينك قعده طويله قوي، وانا اللي هتكلم واقول. تصبح على خير يا سياده المقدم المهم. يا حاج. معقولة يا ميلاد؟ ما ظهرش خالص خالص. غريبة أوي. طيب خليني أفكر كده، وبكرة الصبح إن شاء الله من بدري هكون عندك. تصبح على خير، مع السلامة. حاج مرشدي. ايوه يا روحيه. احضر لك لقمه تتعشى بيها؟ لا انا شبعان من ساعه اكل الطياره. مالك يا حاج؟ فيك ايه؟ فضفض يا اخويا على اللي جواك، قول لي.
ابنك ماجد يا روحية. ماله ماجد يا حاج؟ أحواله مش عجباني، ما هوش بار بوالديه زي ما ربنا بيقول. عندك حق، هو كده ماجد، هنعمل ايه بقى؟ بس هو ده اللي مزعلك يا حاج عشان ما جاش يسلم علينا؟ وهي دي بسيطة؟ ده احنا مسافرين بقالنا أكتر من 10 أيام، ما وحشناهوش. يا صباح الفل على اجمل ام في الدنيا. يا صباح الفل على عيونك يا حبيبي. الله، ده ايه الروح الحلوه دي يا ماما. ده انا عمالكوا بقى فول وبيض بالسمنه البلدي، انما ايه هتاكل صوابعك وراه. تسلم ايديك يا حاجه يا قمر، انت يا قمره. ربنا يخليك الله ليا يا الله حبيبي. الله 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 الله. جرايه حاطة الظابط، انت صابح تتغزل في الحاجة مراتي ولا كأني انا هنا. صباح الفل يا حاج، صباح الفل. صباح الورد على عيونك. على فكرة عمتك نعمات ادتني فكرة عن الشاب اللي اسمه عمر اللي سكنته في شقتك فوق. وانا كمان سمعت حكايته من اولها لاخرها. طب وايه رايكم يعني في التصرف اللي انا عملته يعني؟ تصرف ما يعملوش غير راجل شهم زيك يا محمود. ايوه يا حبيبي، اللي انت عملته ده ثوابه كبير قوي عند ربنا في الدنيا وفي الاخره. وكان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. ريحتوا قلبي، الله يريح قلبكم. خليك يا حبيبتي، خليك، انا هفتح. اهلا اهلا اهلا. انا عرفت ان الحاج والحاجه وصلوا فقلت اجي اسلم عليهم. تعالى تعالى. وادي عمر اللي لسه جايبين في سيرته. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل يا حبيبي. تعالى تعالى سلم، خش سلم على الحاج، خش. اهلا يا ابني اهلا. الحمد لله على السلامه سيادتك يا. قول لي يابا، انا من النهارده عوض عن ابوك الله يرحمه يا عمر.